السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أخباركم؟ علومكم؟ والله إنه يحزن القلب، أقسم بالله العظيم، من الجريمة حق اليوم هذا الذي أصحاب الجراب القات. أتمني من الشعب اليمني كلهم مقاطعة أصحاب القات، يقاطعوا القات من مرة، ما نشتيش القات، مثل ما نقاطع البضائع ونقاطع كل شيء، نقاطع القات. بالله عليكم 6 شباب، رجال 6 رجال يضربوا لهم طفل. يا أخي حتى لو دخل سرق عليك الشعب القات كامل الجراب حقه، امسكوا يا أخي باحترام وشلكوا لعند أبوه، وأبوه يحاسبك حقه، ولا سلموا للجهات المختصة، في أمن، في حكومة، في قضاء، في كل شيء. يا أخي سلموا للقضاء والناس راح يحكموا بحقه. لكن 6 أشخاص يقومون بضربوه ولاطم ودابجوا، يعني ما فيش منهم ولا رجال مسلم، إلا ما مش مسلمين. أنا أشهد الله إنه إلا ما في واحد منهم بينه الإسلام. أين الإسلام من هذا؟ وهم يشوفوهم يضربوه الطفل وهم جالسين يضربوا معهم بعضهم بعض، 6 أشخاص على طفل. يا رجال والله العظيم إني شاهدت الفيديو 5 دقائق، ما أقدرك أكمل الفيديو. قسما بالله العظيم إلى أبو حكومة إنهم يمسلموا هذول بالسجن ويعذبوهم زي ما عذبوهم، ويصوروا لنا فيديو ونزلوا تعذيب زي ما عذبوا الطفل. يا أخي جرباقات، يا أخي حتى أنا عارف إنك تعبك وأنت خاسر وأنت كذا، بس ما هي بهذه الطريقة يا أخي. أين الإسلام يا جماعة الخير؟ أين الإسلام؟ هاي إلا ما مش مسلمين. أنا أشهد إن إلا ما هم مسلمين، إلا مو كلهم خارجين على الإسلام، يضربوه ويلطموه ويسبوه ويشتموه. واقسم بالله إلا في مشايخ باليمن لا يسوروا أصحاب القرية حقهم الليل هذا، يشوفوهم أصحاب القرية حقهم إنهم يمسكوهم ويعذبوهم زي ما عذبوا الطفل، ويصوروا وينزلوا فيديو مثل ما فعلوا بالطفل. اقسم بالله يا جماعة الخير لونا قاضي ما انتظر للحكم حاكمهم، اني من لا احكم عليهم يخرجوهم بال70 وتعذيب زي ما عذبوا الطفل. انا اتكلم بحرقة يا جماعة، اقسم بالله اني بكيك حما شاهدت الفيديو، قسما بالله اني بكيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.